السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا مزيان بخير، كل شيء على خير ان شاء الله يا ربي. بغيت نرجع لواحد الفيديو شفتو، وبغيت نقول للاخوة الجزائريين والمغاربة بان ايمانويل ماكرون ديك البوسة اللي دار لعبد المجيد طبون، يعني بوسة كبيرة وعميقة، وكما كتعرفوا كلكم راه ماشي بوسة ديال المحبة، ماشي بوسة ديال ما عرفت شنو. هذيك كما قلت في واحد الفيديو قبل، ديك بوسه غير ديال المصلحه. علاش المصلحه؟ لان كتعرفوا بان نتوما الجزائريين وحنا المغاربه سبب الفتنه اللي بيناتنا وهو مول هذيك البوسه وبلادو. هذوك هما العديان ديال بصح، هذوك هما اصحاب الفتنه، كينشروا الفتنه. علاش؟ لان عندهم مصلحتهم تما، ماشي من مصلحتهم يتجمعوا العرب بيناتهم، بالعكس خصهم يتفرقوا باش يبقاو هما غاديين في داكشي اللي بغاو. وفي هذه النقطة فاش حنا خصنا نكونوا قويين ونخدموا عقلنا يا إخوان الجزائريين ويا إخوان المغاربة. خصنا نخدموا عقلنا في هذه النقطة بالضبط هذه، لأن العدو ماشي في الجزائر للمغرب، ولا ماشي في المغرب للجزائر. العدو راه هو الثالث، العدو هو هذا اللي كيحاول يفرق باش يبقى هو قاضي شغله. نتوما عارفين بأن التاريخ كله راه كيهضر تيقول بأن فرنسا اللي سالت الحرب العالميه الثانيه راه كانوا على الدص، ما كان عندهم حتى حاجه، كانوا فقراء ديال الفقراء الكبار. وداكشي اللي نهبوا وسرقوا من الدول اللي كانوا مستعمرين هو اللي جعلهم باش ديماراو مزيان وطلعوا. اما كوكما ما كانوا سرقوا ونهبوا كراهم مازال مساكن حتى هما محسوبين من العالم الثالث وخا في اوروبا. السلام عليكم ورحمه الله.